ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة قبل ما نقول اي حاجة نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نقول بسم الله. معانا النهاردة ان شاء الله نعمل لكم السبانخ. عملنا الصلصة، قطعنا البصلة وشوحناها وحطينا الصلصة عليها، محطناش لسه اي حاجة. تمام. معانا الفريك هنعمل السبانخ. معانا الفريك، معانا بتاع نص كوباية فريك، وهنعمل فراخ في الحلة دي. هوريكم هنعمل اول حاجة هنعملها في الفراخ. بنحط معلقه سمنه، تمام، معلقه سمنه حلوه كده، ونحط عليها فصين توم مفرومين، تمام. هحطهم وارجع. حطينا التوم اهو، هنشوحه، تمام. هنحط التوابل بتاعتنا اهو كده. احنا حطينا التوابل بتاعتنا اهي كلها. هنوطي العين عشان بس الفراخ. هنجيب الفراخ اهو. احنا كده حطينا الفراخ تبقى ايه تشرب من التومه الطعمه اللي احنا عملناها دي، تمام. حطينا فلفل اسود، حطينا زعتر، حطينا روزماري، حطينا ورق لوري. هنقلب الكلام ده كله مع بعض ونسيبهم شويه، نغطي عليهم ونسيبهم شويه لغايه ما ايه يستووا، يعني يتغير لونهم ويشربوا من الطعم. نغير ونسيبهم شويه. معانا الوقت اهي اللي كده اتشربت خلاص، اتطعمت باللون. هنحط عليها ايه ميه من الكاتل. هو نغلي ميه من الكاتل عشان نوفر شويه الغاز او الانبوبه، تمام. هنحط كده الميه نسيبها تستوي كده، لسه مستوتش. وهنحط بقى الفريك يستوي، بس الشوربه تغلي الاول عشان ناخد منها ايه السبانخ، تمام. اهو الوقت يا جماعه اهو. احنا كده هنحط بقى الفريك، هنصفيه من الميه يعني شويه، هنصفيه من الميه والشوربه معانا هي غلت، تمام. هناخد منها على طول، ماشي كده. هي الشوربه هناخد منها بقى، نحط على الفريك. احنا حاطين الفريك على الصلصه اهو، هنحط كده اهو عليها لغايه بس ايه ما تاخد ايه مضاعفه، يعني كميه مش كبيره. نستوي شويه فريك بعد كده نحط ايه السبانخ كده اهو. احنا حطينا السبانخ وحطينا قصدي الفريك وسيبناها ايه، حطينا الشوربه، حطينا شويه سكر عشان نمنع الحموضه، وفي نفس الوقت يبقى الطبخ طعمه جميل. ده سر الصناعه بتاعت بره عشان تبقوا عارفين يعني. هنسيبها تستوي شويه الفريك 3/4 سوا، ونحط ايه السبانخ معاها بحيث السبانخ تفضل مخضره متبقاش غامقه. ده سر من عندي يا جماعه. احنا هنحط السبانخ اهو كده استوى نص 3/4 سوا. هنحط بقى السبانخ ونزود شوربه، تمام اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ماشي، ما تستغربوش ده كله هيهبط، هي كأنه مش هيبقى فيها سبانخ خالص، تمام. نحط كل الكلام ده كده لما تستوي ان شاء الله هوريها لكم. الفراخ اهي استوت اهي، بسم الله ما شاء الله. شوف شربتها جميله ازاي، شكلها يفتح النفس ازاي اهي اهو. بعد ما الاكل ما خلص ممكن بقى تقدموا جنب السبانخ دي رز بالشعريه، تعملوا جنبها قلقاس، دي كده تبقى وجبه متكامله. انا كده بس عملت وجبه كده مؤقته، بس بسم الله ما شاء الله طعمها هتعجبكم وهتجربوها وتدعوا ان شاء الله. متنسوش بقى ان شاء الله كده تعملوا ان شاء الله لايك واشتراك جميل كده زيكم، ودعمونا وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.